احنا دخلنا عصر في انسان يقدر يغير انسان تاني ويخلقه من جديد. في خيوط بتتحرك حوالينا، خيوط دقيقة محدش شايفها لكن هي اللي بتحرك العالم. خيوط بتتحكم في قرارات وفي اقتصاد وفي علم، وفي يوم من الأيام هتتحكم فينا احنا كمان. بس السؤال الحقيقي، مين فينا اللي ماسك طرف الخيط؟ والأخطر، احنا فين من اللعبة دي؟ الليلة هتسمع حكاية حقيقية، مش فيلم ولا حتى هو تأليف. دي قصة عن ناس بتصنع مستقبلنا من جوه المعامل، وبيقرروا مين يعيش ومين يختفي. أهلا بيك في قناة خيوط اللعبة، القناة اللي هتخليك تشوف اللي محدش عايزك تشوفه. بس خليك فاكر، لما تبدأ تسمع اللي جاي مش هتعرف ترجع زي الأول تاني. تخيل معايا ان في مكان في العالم دلوقتي وفي اللحظة اللي احنا فيها دي بالذات، في ناس لابسة بلطو ابيض وقاعدة بتكتب مستقبل البشرية كله حرفيا. مش سياسة ولا اقتصاد، لا، دول بيتكلموا عن مين هيعيش ومين ممكن اصلا يتولد. انا زي ما قلت لك الموضوع مش خيال علمي، لا ده بيحصل فعلا دلوقتي جوه المعامل، بعيد عن الكاميرات وعن عيون الناس. السؤال هنا، هل المستقبل لسه بيتكتب ولا خلاص اتكتب؟ تخيل انك تصحى الصبح تفتح الموبايل وتلاقي خبر بيقول عالم صيني اعلن انه خلق اول طفل معدل جينيا في التاريخ. لا ده مش فيلم خيال علمي، دي كانت الحقيقة فعلا. التاريخ كان نوفمبر 2018 والمكان جامعة شينزن في جنوب الصين، والعالم اسمه هي جيانكو. هو راجل بسيط في الشكل، بس اللي هو عمله قادر يغير البشرية كلها. هي وقف في مؤتمر علمي وقال قدام العالم كله: أنا قدرت أخلق أول طفلين معدلين جينيا في التاريخ، اسمهم لولو ونانا. وساعتها الدنيا اتقلبت والصحافة قامت والعلماء اتجننوا، وكان الناس ما بين مصدومة ومبهورة. طب يعني ايه أصلا معدل جينيا؟ ببساطة هي استخدم تقنية اسمها كريسبر كيس 9. دي أداة علمية بتخلي العلماء يقدروا يقطعوا الجينات ويعدلوها زي ما يحبوا. يعني لو الجين اللي بيخلي الطفل ممكن يمرض، ممكن ببساطة خالص يحذف الجزء ده ويحط مكانه جزء سليم. في الحالة دي العالم هي الصيني قدر انه يحذف الجين اللي بيدخل للجسم الفيروس ويحط مكانه جزء سليم علشان الطفلتين دول يتولدوا محميين من الايدز. بس السؤال المرعب هنا بقى، هل هو فعلا كان عايز يحميهم ولا كان بيجرب في البشر عشان يبقى اول واحد يجرب يلعب دور الاله؟ الفكرة دي لو كانت حصلت في فيلم احنا كنا هنقول ده خيال علمي، بس اللي حصل فعلا واللي انا بقوله لك ده كان واقع. هي ما خدش اي اذن رسمي من الحكومه الصينيه ولا حتى اعلن عن اي حاجه قبل الولاده. عمل كل حاجه في السر جوه معمل صغير في جامعه شينزن في الصين، بعيد عن اعين الحكومه الصينيه. ولما الخبر طلع، امريكا واوروبا اعلنوا رفض تام، وبدات الصحف العالميه تقول اهو ده العالم اللي كسر الخطوط الحمراء للبشريه. وبعدها بسنه الحكومه الصينيه حققت معاه واكتشفوا فعلا ان هو عدل جينات، بس مش لطفلتين، لا ده ل3 أطفال. وفي ديسمبر سنة 2019 المحكمة حكمت عليه بالسجن 3 سنين وغرامة 3 مليون يوان. لكن بعد كام شهر ظهرت تقارير بتقول ان في علماء في روسيا وامريكا شغالين في نفس الاتجاه ده، بس بهدوء من غير اي اعلان ومن غير اي حاجة. السؤال هنا بقى، هل العالم هي جيانكو مجنون وقرر يلعب دور الاله فعلا، ولا هو مجرد واجهة لتجربة اكبر بتحصل في اماكن تانية؟ لانك لما تيجي وتفكر فيها، اي حكومة عندها القدرة ان هي تصمم بشر اقوى واذكى وكمان مقاومين للامراض هتكون بتمتلك سلاح اقوى من القنابل النووية نفسها. وده يا صاحبي كان بداية اخطر سباق في تاريخ البشرية كلها، سباق صناعة الانسان.
جيان. هي جيانكو خرج من السجن في 2022 ولسه ساكت لحد دلوقتي، محدش يعرف عنه حاجة، محدش عارف هو بيشتغل فين ولا بيعمل ايه دلوقتي. بس الاكيد ان الباب اللي هو فتحه محدش هيعرف يقفله تاني. علشان تكون فاهم، في اماكن في العالم محدش يعرف عنها اي حاجة، مباني ضخمة مبنية بالازاز وستايل جميل وشيك، لكن اللي جوه المباني دي مش مجرد علماء، دول جنود في حرب من نوع تاني، حرب لا بالرصاص ولا الصواريخ، حرب بتتلعب داخل خلايا الانسان نفسه. تعال بقى معايا ننتقل ونروح لسويسرا، وبالتحديد في مدينة جنيف. مبنى المعهد العالمي للأبحاث الجينية، مجموعة من العلماء لابسين البيضة البيضاء حوالين جهاز غريب اسمه المسلسل الجيني الكامل. يوم 12 فبراير 2023 العالم مايكل أسباني الأصل كان أول واحد يكتشف إن البيانات اللي بيحللوها مش على علاج السرطان زي ما هم بيقولوا، لكن عن تعديل سلوك الإنسان من خلال الجينات العصبية. وتاني يوم الصبح مايكل راح مكتب مدير المشروع الدكتور ماركس شتاين الألماني اللي معروف بعلاقاته القوية مع شركات الأدوية. دخل عليه وقال له: دكتور ماركوس، ايه هو مشروع ECHO؟ ابتسم ابتسامة باردة وقال له: ده مشروع عشان خاطر الاضطرابات العصبية. بس ليه السؤال؟ مايكل قال له: بس انا شفت حاجة في الداتا بتقول انكم بتجربوا تعديل السلوك العدواني في البشر، ده علاج ولا تجربة؟ سكت وبعدين قال له: مايكل انسى اللي شفته وروح كمل شغلك. بس مايكل ما سمعش الكلام وبدأ يدور اكتر، واكتشف ان المشروع ده مش ممول اصلا من وزارة الصحة، ده ممول من شركة اسمها نيو فيجن العالمية، والشركة دي ليها فروع في امريكا والصين والامارات. والمثير في الامر ان نفس الشركة كانت شغالة في مشروع تاني اسمه الجيل الهادي في جامعة بكين للعلوم الوراثية من سنة 2018. الهدف المعلن من المشروع هو زيادة الذكاء والسيطرة على الاضطرابات العصبية، لكن الهدف الحقيقي هو خلق جيل جديد مطيع، جيل يمكن توجيهه من خلال الجينات. وفي شهر مايو 2024 مايكل قدر ان هو يسرب ملفات من داتا المشروع لمجموعة من الهاكرز التابعين لمنظمة سرية اسمها عين الحقيقة. المنظمة دي بتشتغل في الضلمة من سنين، هدفها كشف أي أبحاث بتحاول تتحكم في البشرية. الهاكرز لما بصوا في الملفات لقوا فيها حاجة صدمتهم، مخطط لتجارب على أطفال حديث الولادة داخل مستشفى خاص في دولة أوروبية صغيرة اسمها ليخنشتاين. الأطفال دول بيتحقنوا ببروتين جديد اسمه نيروسينج، المفروض ان البروتين ده بيزود مستوى الذكاء، لكن الحقيقة انه بيخلي المخ يتفاعل مع ترددات كهرومغناطيسية معينة. بمعنى أبسط هم بيجهزوا جيل ممكن السيطرة عليه من بعد. وبعد التسريب ده بأسبوع واحد مايكل اختفى، وآخر مرة اتشاف فيها مايكل كان في محطة قطارات جنيف يوم 17 مايو 2024. كاميرات المراقبة أظهرت شخص لابس بدلة سوداء ماشي وراه، وبعدين الكاميرات وقفت 3 دقايق بالظبط. بعدها المنظمة اللي ساعدته طلعت بيان على الانترنت وقالت فيه: الحرب اللي بدأت دي مش حرب جينات، لا دي حرب على الوعي البشري. ومن وقتها مشاريع زي ECHO والجيل الهادي اختفت من السجلات العلنية تماما، لكن ظهرت مشاريع جديدة بأسماء جديدة مختلفة في جامعات زي جامعة طوكيو للتكنولوجيا الحيوية ومركز كامبريدج للتطور الوراثي. النهاردة لما تسمع عن تعديل جيني جديد أو علاج وراثي لمستقبل صحي، افتكر إن ممكن يكون ورا الكلام ده خطة أكبر بكتير من مجرد علاج، خطة بتتصمم وتتصنع في المعامل وبتزرع في جيناتنا. العلم في زماننا ما بقاش وسيلة للفهم، ده بقى سلاح بيتحكم في مين هيعيش ومين هيفكر ومين هيقدر يفضل حر. في 2010 في معمل صغير تابع لجامعة اسمها جامعة ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، كان في تجربة بسيطة جدا هدفها فهم سلوك الفيروسات داخل الجينات البشرية، لكن اللي حصل بعدها غير مجرى العالم كله. في يوم 18 ديسمبر 2010
العالم نيو تشانغ اكتشف ان ممكن اعادة برمجة جزء من الجينات علشان يستجيب لترددات كهرومغناطيسية معينة. التجربة دي كانت المفروض تتسجل كبحث علمي عادي، لكن لما وصل تقرير التجربة لوزارة الدفاع الصينية اتحولت فورا لمشروع سري تحت اسم المشروع 9. الهدف منه خلق إنسان ممكن التحكم في ردود فعله العصبية من خلال إشارات خارجية. ومن هنا بدأت الحرب اللي مفيش حد يعرف إن هي أصلا مجرد حرب. وبعد شهور قليلة المخابرات الأمريكية CIA عرفت عن المشروع من خلال تسريب خرج من دبلوماسي صيني في سنغافورة. وقتها تم استدعاء مدير وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، وقال حرفيا في اجتماع مغلق في واشنطن: احنا مش هنسمح للصين تكون أول دولة تتحكم في الجينات البشرية. ومن هنا بدأ مشروع أمريكي سري اسمه جينوم فريدم في جامعة هارفارد للأبحاث الجينية بالتعاون مع شركة نوفا بيو سيستم. الهدف الرسمي علاج الأمراض الوراثية، لكن الحقيقة تصميم جينات بشرية أكثر طاعة، أقل تمرداً وأسهل في التوجيه النفسي. سنة 2014 ظهرت أول تجربة ناجحة في معمل تحت الأرض في نيفادا. التجربة دي استخدمت جنين بشري مخلط في المعمل، تم تعديل جيناته ليكون أكثر استجابة للهرمونات الخاصة بالثقة والطاعة. النتيجة كانت نجاح بنسبة 76%. وروسيا ما كانتش نايمة. في مركز موسكو للتكنولوجيا الحيوية المتقدمة ظهر مشروع اسمه ايفولوشن سنة 2016، وكان الممول الرئيسي للمشروع ده شركة روسية خاصة تابعة لرجل أعمال مقرب للكريملين ديمتري فاسيليف. المشروع ده كان بيتكلم عن إمكانية تحسين قدرات الجنود الروس وراثيا علشان يقدروا يتحملوا التعب والبرد والإجهاد. لكن وفقا لتسريبات ظهرت سنة 2021 من موقع ذا سايبر المشروع ده اتطور وبقى هدفه إنشاء جيل من الجنود عندهم ردود فعل عصبية أسرع بضعف 300 مرة من الإنسان العادي. أنت متخيل؟ أما أوروبا بقى فدخلت السباق بطريقتها الهادية في ألمانيا وفرنسا، والموضوع اتغطى تحت اسم مشروعات لعلاج الزهايمر والتوحد. لكن في معمل جامعة باريس التقنية للعلوم الحيوية في تقارير بتقول إنهم كانوا بيجربوا تعديل جيني بيخلي المخ البشري يستقبل الأوامر بشكل أسرع عن طريق النبضات الكهربائية. واللي محدش يعرفه إن الحرب دي ما بقتش بس مجرد حرب بين الدول، لكن ده بقت بين شركات بتشتغل لحساب المخابرات من غير ما الناس تعرف، زي شركة جينتكس الروسية وشركة بيو مايند الأمريكية وشركة سينو فارم الصينية. كلهم بيعلنوا إن هم بيطوروا علاجات ذكية، لكن في الحقيقة كل واحد فيهم بيجمع بيانات وراثية عن ملايين البشر حول العالم من خلال تحليل DNA بتتباع كاختبارات نسب أو تحاليل صحية بسيطة. يعني ممكن أنت نفسك تكون سلمت جيناتك لشركة بتشتغل لصالح جهة استخباراتية وأنت نفسك مش واخد بالك. ولو جينا للعالم العربي فهو مش بعيد زي ما الناس فاكرة. في سنة 2019 اتأسس في الإمارات المركز العربي للأبحاث الجينية التطبيقية بالتعاون مع جامعة زايد للعلوم الحيوية. المركز ده أعلن إن هو هدفه دراسة الأمراض الوراثية في الشرق الأوسط، لكن بعض التقارير الأوروبية قالت إن جزء من تمويله جاي من شركة بريطانية ليها صلة بمشروعات الجينوم الدفاعي. ولو جينا لمصر في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبدأت سنة 2022 مجموعة أبحاث متقدمة في تعديل الخلايا الجذعية. المشروع معلن، بس بعض الباحثين السابقين قالوا إن في دعم غامض من جهة أوروبية مش معروفة. وفي السعودية تم الإعلان سنة 2023 عن مشروع لتطوير التحليل الجيني للسلوك البشري في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. بس السؤال الحقيقي، هل دي مجرد أبحاث علمية ولا خطوة أولى لدخول العالم العربي لسباق الجينات العالمي؟ العالم دلوقتي داخل حرب من نوع جديد، مش حرب لا طيارات ولا حتى دبابات، دي حرب في المعامل،
في الخلايا في الحمض النووي اللي جوه كل انسان فينا. الصين بتسابق علشان تكون اول من يتحكم في الذكاء الوراثي، وامريكا عايزه تضمن الولاء الجيني، وروسيا بتبني الجنود الفولاذيين. اما اوروبا فهي بتحاول تخلق عقل بلا اي عاطفه. والبشر ما بقوش مجرد كائنات، بقينا مشاريع كل واحد فينا ممكن يبقى تجربة من غير حتى ما يعرف. في ناس بتقول دي مجرد خرافة، وفي ناس بتقسم ان هي شافت المستندات بنفسها. لكن المؤكد حاجة واحدة بس، ان اللعبة خلاص بدأت، واللي داخلها مش هيخرج زي ما دخل. ولو انت وصلت لحد هنا يبقى لازم تعرف ان اللي جاي اخطر بكتير من اللي فات. وما تنساش تشترك في قناة خيوط اللعبة وتسيب لي رأيك في التعليقات. وسؤال حلقتنا النهاردة، لو كان عندك القدرة انك تعدل جين واحد بس في البشر، يا ترى هتغير ايه وليه؟ مستني اجابتكم في التعليقات.